الجديد في القضية الأب ديالي على أن قاضي التحقيق كيف الملف على أنه جريمة قتل. من خلال الخبرة على الهواتف بانوا شكون الأطراف اللي هي مشتبه بها، وبذلك القناعة التامة على أننا احنا رحنا أمام جريمة قتل. القاضي واحد لا ليست اللي غيكونوا فيها واحد الأسماء ديال الأطراف اللي مشتبه بها، اللي هي غيكون إن شاء الله المتابعة القضائية، وغنشوفوا بزاف د المفاجآت القدام إن شاء الله. ايوا كيقول لك هدوني وهاجموني وتمادى ووصلوا حتى للاب ديالي الله يرحمه، فطفح الكلمين. عندي واحد الحقيقه اخرى غتبان من بعد ان شاء الله. شوفي انا واحد الانسانه اللي حقانيه، وكيف ما قلت وغنبقى نقول انا تربيت واحد التربيه اللي عسكريه، ما كنعرفش في الحق لا امي لا با لا حتى شي واحد. كنعرف كانت الادوار كتختلف وانا باقا كنقولها، كنتبع حتى هو غتلقيني ضده. انا ضد اي واحد كيخالف القانون سواء ديال الدنيا سواء اللي حط ربي سبحانه وتعالى، وانا مع الحق. انا تخلقت في الدنيا باش نرضي الله ماشي باش نرضي العباد. ويلي على حق على با، ويلي شكون اللي قال هاد الهضره؟ كاع وصلوا بغاو يردوني، بالعكس انا با كيحمق عليا وانا كنحمق عليه وكنحمق على الطرب اللي كيمشي ليه. يا ريت نعطيه عمري غير يجلس معايا دابا غير دقيقه، هاد نحقد عليه. كاين شي وحده غتحقد على باها اللي كبرك وقراك ورباك ووصلك حتى وليتي مرا تحقدي عليه؟ انا الطرب ديال رجلي غير يجلس معايا دابا يعطيني غير يا ربي غير 2 دقائق دابا معاه نشريها بعمري. الجديد في القضية الأب ديالي على أن قاضي التحقيق كيف الملف على أنه جريمة قتل، عنده القناعة التامة على أننا احنا رحنا أمام جريمة قتل، ومن خلال الخبرة على الهواتف. بانوا شكون الأطراف اللي هي مشتبه بها، وبذلك راه غيقاد القاضي واحد لا ليست اللي غيكونوا فيها واحد الأسماء ديال الأطراف اللي مشتبه بها، اللي هي غيكون إن شاء الله المتابعة القضائية، وغنشوفوا بزاف د المفاجآت القدام إن شاء الله. البحث على الحقيقة ديال الأب ديالك خلات أن الناس يهاجموك يهددوك باش ترجعي للور. ايوا كيقول لك هدوني وهاجموني وتمادى ووصلوا حتى للاب ديالي الله يرحمه، وصافي طفح الكلمين وصلوا للبا الله يرحمه. ما بقيتش قادة نصبر، كنت كنخرج كنبقى نطرد معاهم، لقيت راسي بحال كنجيبها في راسي كنجيبها في صحتي. صافي رجعت للور، قلت انا علاش غنبقى ندير راسي براسهم وننزل لمستواهم، نتاخد معاهم اجراءات اللي هي قانونيه وتاخدتها في حقهم والقضاء بيناتنا. شوفي الاب ديالي مشى لامارك، في لامارك كيغسل هذاك الشخص اللي مختص بالغسيل في لامارك، عائلته غيشوفوه، تجي تشوفيه ولكن ما تحضريش الغسيل ديالو ولا تغسليه، ما تيكونش عندك الحق حيت هو تغسليه الا كان في الدار. الا مات في الدار عاد عندك الحق تغسليه، ولكن ملي كيمشي لامور كيغسلوه هما. شنو الرد ديالك على هاد الناس كيقولوا هاد الهضره؟ عندي واحد الحقيقه اخرى غتبان من بعد ان شاء الله. ربما قررتي الحقيقه حنا وصلنا ليها شحال هادي. الايمان بالله سبحانه وتعالى، ملي كيكون ايمان قوي بالله سبحانه وتعالى، راه الايمان ماشي هو نكون داير الدره ونكون منحازه لواحد القنت. الايمان ما عندوش علاقه بهذاك الشيء. الايمان تيكون عندنا هنا لداخل، تكوني كتامني بالله سبحانه وتعالى ودايره اي ابتلاء جاك من عنده فهو غير اختبار كدوزي فيه في الدنيا. حنا ان شاء الله باقي انا طامعه في الاخره اكثر من الدنيا، اما هادشي كاع اللي كيدوز في الدنيا الحمد لله وشاكره عليه، اختبار من عند الله. واللهم لا اعتراض، ما غاديش نعترض على قضاء الله. مرحبا به، خايب ولا زوين مرحبا به. ما كانوش كينتظروا الخروج ديالك اعلاميا؟ لا شوفي انا واحد الانسانه اللي حقانيه، وكيف ما قلت وغنبقى نقول انا تربيت واحد التربيه اللي عسكريه،
ما كنعرفش في الحق لا امي لا با لا حتى شي واحد، كنعرف داكشي اللي قال ربي. كون كانت الادوار كتختلف وانا باقا كنقولها، كنت با حتى هو غتلقايني ضدو. انا ضد اي واحد كيخالف القانون سواء ديال الدنيا سواء اللي حط ربي سبحانه وتعالى، غيلقاني ضدو. وانا مع الحق، انا تخلقت في الدنيا باش نرضي الله ماشي باش نرضي العباد. اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. شوفي انا كون بغيت نطلب بالورث ديال با الله يرحمه، الورث واحد الحقيقه، واحد الحق ديالي اللي شرعي ما غيقدر حتى شي واحد يحرمني منه ولا يحيدو ليا. كون بغيت نطلب الورث ديالي راه غنمشي للمحكمه ديال الاسره وغندير دعوه عند القاضي الشرعي وغناخذ حقي شرعيا وغناخذو بقوه القانون. غادي ناخذو. انا راه حقي، انا 6 سنين انا ما كنسول في حتى شي حاجه، هو العام السابع. علاش؟ انا عندي ما اهم، انا عندي روح با اللي زاقات. غادي نشوف الفلوس راه حنا اللي كنديروها ماشي اللي كديرنا. راه ما نخليش، انا ما نخليش الطمع يغلب ليا على مبادئي اللي تربيت بها، هذه ما عمرها ما غادي تكون. والصراحه هذه هي اللي باقي ما عرفناش، ولا ما غاديش نكذب وغنقول لك على ان القضاء متحفظ على هذه النقطه هذه باش يصدم بها المجرمين. صقهم هذاك، انا اللي ما يشرفنيش يكونوا هما مني دابا، اللي حنايا في هاد روح باهم زاهقه وما مسوقينش. ما نكذبش عليك، ما عندي علاقه بهم، انا ما تخلى عليا حد. انا عندي الله احسن من كل شيء. شنو بغيت شوفي عندي الله والحمد لله. منين خرجت ربي سخر لي العباد ديالو، سخر لي ويسر لي امري، ما محتاجه حد. انا خارجه كندافع على الحقيقه ديال الموت ديال با الله يرحمه، كنأدي واحد الامانه وكنحيد واحد التقليد على رقبتي. الحمد لله ربي كيسر لي امري، البقيه ما كتهمش. تقول لك سيري قلبي على حق باك، هذه واحد الجمله انا كنقولها وغنبقى نقولها ديما عمري كامل، حيت قالوها. كيقول لك سيري قلبي على حق باك، ماشي تبانا، وما كيقولوش حتى الله يرحمه ما تيترحموش عليه، واخا هو ما محتاجش الرحمه منهم، هو راحمينو افعاله اللي كان واخلاقه، داكشي اللي كان كيدير في الدنيا راحمو. والحمد لله عنده. انا كنمشي عنده بلا جمعه، كنمشي حتى 3 4 المرات في السيمانه، وعنده انا واقفه ناخذ ليه حقه. ويلي على حق على با، ويلي شكون اللي قال هاد الهضره؟ كاع وصلوا بغاو يردوني. بالعكس انا با كيحمق عليا وانا كنحمق عليه وكنحمق على الطراب اللي كيمشي عليه. يا ريت نعطيه عمري غير يجلس معايا دابا غير دقيقه، هاد نحقد عليه. كاين شي وحده غتحقد على باها اللي كبرك وقراك ورباك ووصلك حتى وليتي مرا تحقدي عليه. انا الطراب ديال رجلي غير يجلس معايا دابا، يعطيني غير يا ربي غير 2 دقائق دابا معاه نشريها بعمري. انا شوفي هاد المشاكل حاطه فيها راسي، وخا ادتني في صحتي شويه، ولكن الحمد لله ماشي خساره فيه. عاد حقد عليه يجي شي واحد يعيش معايا غير نهار ملي كنعيش انا في طريق المحكمه وطريق المشاكل، وغيشوف انا باش كي كنضل وباش كنحسو. الحمد لله كاين الله يجعلها ما عييتش، غير شويه عييت في صحتي، ماشي عييت في عيانه شويه في صحتي. عييت بالصير وبهذا الضغط، كنحس براسي تحت الضغط. الحمد لله ماشي خساره في با الله يرحم. بسبب البعد ديالي والعائله، واش شتي دار بابا فين واش شتي دارنا فين؟ ياك شفتي واش حنا في مدينه كنت كنقبض طاكسي ولا كنقبض طوبيس، راه كنت ما بين هاد الجوج ديور كنتنقلها باش نضل هاد الميكا وبيجاما. علاش كيبقاو يزيدوا فيه؟ سبب البعد. شوفي انا كما قلتها وغنعاود نقولها، واخا هذه حياتي الشخصيه ما كتهم حد، ولكن غنطرق لهذا الموضوع بالنسبه للناس اللي كيهمهم الامر. انا الاب ديالي وامي كانوا كيعيشوا واحد الظروف اللي قاصحه، بما انهم عاد تزوجوا بقى الامكانيات ما كايناش كامله. ديما الولد الكبير راه كيعيش الظروف الصعيبه مع والديه، عاد كيجيو خوتو من موراه كيلقاو كلشي واجد. هذا راه واحد الحقيقه راه ما نقدوش نغيروها، وماشي اي واحد كيحالفو الحظ على انه من زواج ومن ديبار كيلقى كلشي موجود. راه ضروري كتكرف شويه، كتعذب شويه، تصبر شويه، عاد كتوقف على رجليك.
وهذا الشيء اللي طرا مع والدي انا. صافي بقيت هنا مع امي منين بالله يرحمه داروا دويرتهم، بقيت ما بين هنا وما بين هنا، مره انا هنا ومره انا هنا. اما ديك القضيه اللي يقول لك لا داو ليها بنتها، لا باش انت دابا يقد يجي انا يقد شي واحد يجي يدي لي ولدي، يقد انت شي واحد يدي لك ولادك. اش هاد الهضره؟ شي واحد لا دالك ولدك غير نص ساعه ولا بنتك راه تقلبي الدنيا فوق راسو، ماشي تمشي تعيشي حياتك بحال ما كاين والو تقولي لا انا داو ليا ولادي. لا ما هذيك هضره، هذيك هضره خاويه كيبرد بها الواحد على اغلاطه. باش نكونوا واقعيين ما نبقاوش نكذبوا على راسنا. اما كاين حتى شي واحد يقدر يدير شي واحد ولادو، وشكون هذا اللي غيبغي يهز واحد المسؤوليه ديال الدراري الصغار؟ عرفتي شنو هي مسؤوليه الدراري الصغار؟ المسؤوليه ديال الدراري الصغار راه مسؤوليه صعيبه، راه ماشي اي واحد يقدر يتحملها، راه خصو يفيقوا وياكلوا وتعطيه الخاطر وتلعبي معاه وتخرجيه ويجي ويمرض وينعس، ماشي غير اجي وكبر. التربيه راه صعب من الولاده. شوفي انا امي واخا انا ماشي سوقي في هذا الشيء انا غادي نجاوبك. انا امي قالت لي الله يعاونك اللي بغيتيها الله يعاونك، ما كتدخلش في ولادها هذا يتزوج هادي ولا هذا يتزوج هادي ولا هذا يبغي هادي. صافي اللي بغى شي وحده الله يعاونو معاها، غير يكون مرتاح ويكون بخير، ماشي الاخر راه ما كيهمش. غدروك في باكا بشي غدروني وما غنسمح لحتى شي واحد. شي واخا ناخذ حقي بالقانون غنبقى نتسنى وقتاش ناخذ حقي قدام سيدي ربي. شوفي كما قلت لك انا غادي يحس بيا غير واحد اليتيم اللي ما عندوش والديه، بلا ما يبقى يقول لك اليتيم راه كيبقى يتيم سواء كبير ولا صغير ولا في اي لاج كان كيبقى يتيم. راه في العيد كتوحشي